بذور الشيا وبذور السمسم، بذور الكتان وبذور الكينوا تقريبا ما في أي فرق بيناتهم غير الطعمة والضجة اللي بتصير على السوشيال ميديا كل فترة على بذور الكتان ولا بذور الشيا ولا غيرهم، وإنه هذا أفضل شيء ممكن تاكله بحياتك، وإذا ما موجود ضمن نظامك الغذائي فأنت رايح عليك كتير. كل هذا الحكي ما هو إلا لعبة من التجار، بيكون متكدس عندهم شيء معين وحابين يرفعوا استهلاك الناس من هذا المنتج، فبيعملوا حملة على السوشيال ميديا، كم دكتور على كم يوتيوبر على كم تيك توكر، فبتصير ترند بحيث العالم تصير تفكر أنا لازم اشتري من هذا المنتج صحتي بالدنيا. وللصراحة وأحقاق الحق هو فعلا هاي البذور مفيدة، ولكن إذا أنت متوفر عندك أي نوع من هدول البذور فأنت بتاخذ نفس القيمة الغذائية تقريبا. وبذور الشيا ما فيها شيء سحري أبدا، وإذا دققنا على البلاد المصدرة لهاي البذور رح تشوف إنه بذور الشيا بتزرع في المكسيك وغواتيمالا، بذور السمسم في الهند وأفريقيا، بذور الكتان في بلاد ما بين النهرين العراق تحديدا، وبذور الكينوا في البيرو وبوليفيا. طيب ليش كلهم ما بينزرعوا في مكان واحد؟ إنما هي حكمة من الله، وزع النعم في الأرض بشكل متوازن حتى نتبادل الخيرات ونتشارك الموارد ونتعرف على بعضنا وبس. سلام.